قطعتها صفيتها في المصفى، وهي بقى سخنة كده مولعة هنجيب مية ساقعة متلجة وهنقوم نقوم كبين المية وهنصدمها كده. عارفين الصدمة ده اللي بيخليها تتحفظ أطول فترة في الفريزر من غير ما يجرالها أي حاجة، ويبقى طعمها معاكي زي الفل حتى لو قعدت معاكي شهور. دلوقتي بقى هنحط رشة سكر ورشة كربونات بسيطة كده زي ما انتوا شايفين، وهنضربها بقى هنمسك الهاند بلندر وهنضربها بالهاند بلندر. لا تقوليلي بقى مخرطة ولا جو ستي وستك ده. استنى يا ده بيساعدني. ماشي، اعتمدي الطريقة دي والله اسهل ما يمكن. ثواني قدام انا عملتها في ربع ساعة، يعني قطفت الملوخية وغسلتها وعملتها في الحلة. ثواني يا قلت بس اكلمهم، وضربتها اهو، وبعد كده هعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. الموضوع كله ما خدش معايا والله نص ساعة حتى، فسهلة وجميلة وهتطلع زي العسل. هوريها لكم وانا لما اجي اعملها ان شاء الله هقول لكم كمان طريقتي يعني وانا بعملها ازاي. بصوا شايفين سمكها، بصوا سمكها كده تحفة ازاي وبتمط وجميلة. وطبعا الكربونات والسكر احنا حطيناهم عشان الكربونات شايفين بيخلي لونها اخضر، تحتفظ بالخضار بتاعها انها ما تسودش منك، والسكر طبعا برضو بيحفظها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقولك ازاي تعملي احلى ملوخية خضراء بطريقتي سهلة جدا وسريعة وبأقل المكونات وبأحلى طعم ان شاء الله. تعتمدوها لما تجربوها وتعجبكم مش هتعملوا غيرها. طبعا دي عندي كانت كيسة ملوخية خضراء انا كنت مفرزاها في الفريزر، طلعتها وسبتها تفك، حطيتها في طبق. تمام، حتى بصوا فيها لسه حتة تلجاية صغننة مش مشكلة. نيجي بقى نجيب الكبة بتاعتنا الحلوة ونجيب الثوم اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض في الفريزر اهو، بينفعنا طبعا في الاوقات العصيبة. هتجيبي بقى كام فص ثوم كده وتحطيه في الكبة على نص معلقة صغيرة مسح كده من الملح. بصوا من معالق الايس كريم. تمام، وهنضربوا الثوم مع الملح. خلاص يا قلبي ضربناهم في الكبة. هنطلعهم بقى في طبق كده صغنن. هتجيبي بقى حلة على النار وهتحطي فيها الملوخية وتخففيها بالشوربة وتسيبيها كده قبل ما تغلي على طول. هتقومي قافلة عليها، وفي الوقت ده هنكونوا عملنا اسمها ايه التقلية بتاعت الملوخية ونحط ده على ده. يلا بينا. خففناها اهو بالشوربة. ندمجهم كده سوا ونحط عليهم رشة من السكر.
وزي ما قلتلك قبل ما تغلي هنطفي النار ونعمل التقلية، او نكون عاملين التقلية في ساعتها ونحط ده على ده على طول. التقلية بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة هتحطي سمنة فلاحي، طبعا لو عندك افضل بكتير، يعني الملوخية مع السمنة الفلاحي بتبقى خطيرة. لو انت عايزة افضل طعم للملوخية الخضراء يبقى هتعملي التقلية بالسمنة الفلاحي. تمام، هنحطه معلقة سمنة كده عليها شوية زيت صغننين علشان السمنة لوحدها ممكن تلسع التومة، وبعد كده هنشوحهم لون ذهبي بسيط بس كده، وننزل على الملوخية. ننزل بقى بالتومة. احسن حاجة بقى في الخطوة دي ان انت تكوني حاطة على العين اللي هي الصغيرة، تكوني موطية النار علشان التومة تاخد حقها كده، ما تتشعوطش منك على طول وتتلسع منك، لان احنا عايزينها توصل للون الذهبي، يعني ما تحمرش على طول فجأة يبقى انت كده خربتيها. لو انت عليتي النار عليها، لا، خلي النار هادية، سيبيها تتشوح براحتها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انت عايزاه. اسهل طريقة للملوخية واحلى طريقة. طبعا بتحطي كمية الثوم حسب كمية الملوخية، يعني انا مثلا عاملة طبق صغير فانا ما كترتش، هما 5 تومات بس. انتي عاملة مثلا كمية كبيرة من الملوخية هتزودي بقى توم، تحطي بقى 10 تومات كده، يعني هتضعفي الكمية لو انتي الملوخية عندك كتير. يلا كده خلاص احمرت. هنقلبها بقى كده تقلبتين مع التومة وهنطفي النار، مش عايزينها تغلي كتير. لو شايفاها تقيلة مثلا عايزة تخففيها بالشوربة، في ناس بيحبوها تقيلة، في ناس بيحبوها خفيفة خالص، في ناس بيحبوها وسط. انا بحبها وسط، بحاول ان انا اظبط القوام بتاعها يعني، ولو تقيلة بخففها. برضو وانتي بتحطي الشوربة تحطي الشوربة واحدة واحدة علشان ما تلاقيهاش خفت منك خالص وتقعدي تزوديها بقى ملوخية تاني. يعني هي لو تقيلة هتبقى سهلة انك تخففيها شوربة، انما لو خفيفة هتعملي ايه؟ هتحتاسي. فبلاش يعني، وانتي بتحطي الشوربة حبة حبة صغننة وقلبي وشوفي لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بس هي كده شايفين قوامها مظبوط. ممكن مثلا لو طفيت عليها النار او كده تتقل اكتر، عاوزة خفيفة شوية صغننين، لكن هي دلوقتي اهي. بصوا ده قوام الملوخية المظبوط. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. انا ايمان نصار، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.